جربي الطبق ده بنفس الطريقة. بصي طعمه يودي في حتة تانية خالص، لا لحمة ولا فراخ ولا سمك ولا الكلام ده كله، بس جربيه بنفس الطريقة دي. بقولك طعمه يودي في حتة تانية خالص. الولاد كانوا مبهرين بيه. بمكون ممكن يكون موجود عندك وموجود في كل بيت، وممكن ما يكونش موجود. لو مش موجود مش مشكلة المكون ده. المهم جبنا صينية على النار زي ما انتم شايفين كده. المية كانت قاطعة والله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي قبل ما تبداي ولا تعملي اي حاجة. تصلي على الرسول وتستغفري ربنا وتقولي توكالي واعتمادي عليك يا رب. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي جبت صينية على النار، نزلت فيها بمعلقتين من الزيت، نزلت بثوم مفروم، نزلت بفلفل مفروم حامي على بارد. لو ما عندكيش حامي، لو ما بتحبيش الحامي استغنى عنه. نزلت بطماطم متقطعه صغير، حتت طماطم متقطعه صغير، ومعلقه هريسه شطه، معلقه هريسه شطه. ورحت نازله بالفلفل والكمون والملح. فلفل كمون ملح، معلقه شطه حمراء. برضو ما بتحبيش الشطه استغنى عنها. وهتروحي مقلبه كده. ده بشر جزره، جزرايه كانت موجوده عندي بشرتها وحطيتها برضو. والله 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 الطبق ده بقولك زي ما قلتلك في اول فيديو، زي ما انت شفتي كده، طعمه يودي في حتة تانية خالص. انا ما كنتش متخيلة ان هيطلع بالطريقة دي. ونزلت بايه بقى يا حبايبي؟ نزلت بمعلقتين من الخل، يعني بحوالي ربع كوباية خل. هتنزلي بربع كوباية خل. حاجة تانية، بصي بقى بعد ما غليت واتسبكت كلها ببعضها بقت عاملة ازاي. نزلت بايه تاني؟ في مكون نزلت بيه. مكون ده ريحان. نزلت بحوالي 4 ورقات من الريحان كده. خلوا الريحة قلبت الدنيا. بقول لكم الريحة قلبت الدنيا. الولاد بيقولوا ايه الريحة الجميلة دي؟ ريحتها كانت حلوة قوي فظيعة. المهم جبت حلة على النار تاني زي ما انتم شايفين كده عشان تغلي، وهنشوف هنعمل ايه دلوقتي. ده طبق سلطة. هعمل طبق سلطة معايا جرجير، معايا عود كزبرة، معايا طماطم. سلطة عادية، السلطة المصرية العادية خالص البلدي بتاعتنا، ما فيهاش افتكاسات ولا فيها اي حاجة خالص، اللي هي السلطة البلدي بتاعتنا. اهم حاجة لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على الرسول وتستغفر ربنا وتقولي توكلي واعتماد عليك يا رب. لان انت ما بتتوكلي على الله بيقضي لك كل حاجة. كل اللي نفسك فيه ربنا بيقضيهولك، وبيكفيك شر ولاد الحرام ويكفيك شر المستخبي. واهم حاجه دعوه تدعيها لاولادك يكفيكوا شر ولاد الحرام ويكفيكوا شر نفسكم. لان زي ما انا بقول لكم في كل الفيديوهات البني ادم شر نفسه. جبنا ايه بقى؟ كيلو مكرونه من اللي هي المكرونه اهن القواقع. مكرونه قواقع على فكره ممكن تعمليها باي مكرونه، اي مكرونه ممكن تعمليها بيها، بس انا عملتها بمكرونه قواقع. بصراحه ربنا بقول لكم طعمها حاجه تانية والله العظيم. كانت تحفه تحفه. طبق ما اقولكيش، ما تقوليش لعدوك عليه. فانا حسيت ان هو مش هيكفي. نزلت بحوالي ربع كيلو تاني من المكرونه اللي هي المكرونه اللي هي بتاعت المكرونه الاقلام، بس الرفيعه بقى. رفيعه. اللي يعرفها يكتب لي في الكومنتات، اللي يعرف اسمها ايه يكتب لي في الكومنتات. طبعا انا مش هصفي المكرونه، انا مش هصفي المكرونه. انا هاخد كده المكرونه هصفها من ميتها، ومش هحط عليها ميه ساقعه، وهنزل على التسبيكه اللي انا عملتها في الاول دي. مش هتصفي مكرونه. خدتها من الميه بتاعتها المغليه على التسبيكه على طول، من الميه المغليه على التسبيكه على طول زي ما انتم شايفين كده. وهتروحي مقلبه بقى. بقول لك طعمها يودي في حته تانية خالص. لو عايزاني اقول لك المكونات تاني هقول لك. 4 ورقات ريحان، توم، راس توم مفرومه، معلقه توم مفروم، جزريه مبشوره، فلفل مشكل اخضر على احمر على اصفر، هرسه شطه، ربع كوبايه خل، حوالي 4 معالق من الزيت او 5، لو عندك زبده حطي. وطماطم متقطعه صغير خالص، يعني حوالي ربع كيلو طماطم متقطع صغير خالص عصافيري كده. وهتروحي بقى مقلباها. وهروح نازله بشويه من ميه المكرونه. طبعا انا ميه المكرونه ما بحطش فيها زيت ولا اي حاجه، لان المكرونه جميله بصراحه ربنا. بقول لك طبق سريع وفي ثانيه هتعمليه، مش هياخد وقت معاكي. وطبق ملهوش حل. شايفين الطبق بيتكلم عن نفسه ازاي؟ شايفين الريحان؟ ده الريحان. واللي فوق ده جرجير. شايفين الطبق؟ طبق بسيط وجميل
ولذيذ وملوش حل، وطعمه كان حلو قوي، حلو قوي قوي قوي. يا ريتكم تعملوها بالطريقه دي دايما. يا ريتك تعملي طبق المكرونه بتاعك لاولادك، اعمليه بس بالطريقه دي، وولادك هيعشقوها وهيعشقوك. طبق ملوش حل بصراحه، ربنا جميل قوي، عجبني. هو طعمه حلو قوي، وان شاء الله باذن الله هيعجبكم، وطعمه جميل. لا هتحسي بانتفاخ، ولا هتحسي بالقولون تعبك، ولا اي حاجه، لان الريحان ده بيريح القولون اصلا. الريحان بيريح القولون. الريحان ده بصي دخليه في كل اكلك. حاجه تانية، وشويه سلطه بلدي زي ما انتم شايفين كده جنبها، ولو عندك حته مخلله، والحمد لله والفضل ربنا، واليوم عدى وكان زي الفل وزي العسل، واكله جميله ولذيذه وبسيطه ومش مكلفه، وهتاكلي وهتشبعي انت وولادك، والحمد